السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين، اللهم آمين. النهاردة عاملة لكم حتة أكلة بقى. الواحد زهق بقاله 3-4 أيام، لحمة فراخ مش عارف ايه واللي هي دي. قلنا نغير النهاردة ونعمل شوربة سي فود. شوربة سي فود، أيوة يلا عشان محد حوش. بدأت بقى طبخت معاها رز بشعرية، هو ده اللي كان موجود الصراحة عندي، كان رز بشعرية. دي بقى خلطت لها إيه بصل وطماطم وتوم وشبت وكزبرة، وشبت وكزبرة وقتها هوريهولكوا، وشطة خضرة وفلفل أخضر. وده الطبق السي فود بتاعنا اللي هنعمل عليه الحفل. غسلته غسيل ابن ناس، هو كان لسه الوقت انا كنت بوريلكوا ان هو متلج. دلوقتي بقى كنت بفصل الكاميرا كده وانضف اللي هو الكيس الرمل بتاع الجمبري ده، واشطفه شطفه حلوه كده، وقمت حاطه عليه شويه خل كده اهو. قلت اعمله بقى في صينيه كده. الصراحه كنت عايزاه ناشف، وشيء قال لا عايزينه طازج. رضيت الجميع الصراحه. عملته الاول كده التخديعه بتاعته دي، البصل والثوم حطيتهم الاول، شوحتهم كده في معلقه سمنه وزيت، خدوا تشويحه حلوه. انا ساعات ببقى مايل الحاجات دي في جنب كده، اقوم حاطه الجمبري او اي حاجه بشوحها جنبها، بس الكميه الصراحه كانت كتير على الصينيه اللي انا عاملاها، شلتهم في الطبق وحطيت الطبق السي فود ده. يعني انا مصممه ان هو جمبري بس، طبق السي فود المشكل. كنت بقول شوحت دول وحطيت الطماطم بعدها كده. التشويحه دي يا جماعه خطيره خطيره، اكنه سمك في صينيه كده يعني. ده بقى الكرفس، كان معاه كرفس كمان، كرفس وكزبره خضرا كده، بتدي تيست عالي كده للاكل اهو. حطيتهم في طبق، وهسقط بقى شويه السحور المشكل ده في الصينيه كده ينشفوا يعني شويه، والخل اللي عليهم يشتغل معاهم كده. اي حاجه تجديد، كيلو الشبار الوقت، ولا كيلو اللي هي السمكه السواردي، ولا البلطي، ولا البلاميطه، ب70-80. الطبق ده برضو ب80، 800 جرام. قمت رايحه جايباه وقلت تغليف. الصراحه رافع معنوياتنا كتير، وحاجه جديده برضو يعني. نعم نعم. حط الصينيه اجري يلا عشان نتغدى. دي بقى معلقه قشطه، قالوا لك دي بدل الكريمه اللباني. اظن مفيش كريمه لباني احسن من القشطه الطازه كده. كان عندي لبن وكنت عاملاه مهلبيه للعيد، وشلت منه الوش كده، حطيته في الثلاجه. ساعه ما قالوا كريمه لباني قمت حاطه حته كده تخلي الشوربه بتاعته حاجه دسمه كده وبنت ناس. الصراحه فعلا فرقت في الطعم. كنت اول مره احط، انا دايما بعمل اللي هي بحمر معلقه دقيق في سمنه كده زي البشاميل، تقوم مدخنالي اللي هو الصوص بتاع الشوربه كده. الكريمه بقى عملت البديل الصراحه، وقامت بالواجب. التصوير يا جماعه، اولا كان التليفون فاصل شحن، بطاريه ضعيفه، الفلاش ما كانش راضي يشتغل معايا. قمت فاتحه الشباك وجابت كده، بس الاضاءه كانت باهته كده زي ما انتم شايفين، سامحوني على التصوير. النور. طب استنى بس يا جماله يا جماله. بس ايه رايكم في شغل الشيفات ده؟ ايه رايكم بقى في شغل الشيفات ده؟ ولا اجدعها في 70 من دول. ايه رايكم نفتح سبت مطعم؟ واحد الصراحه في الشنطه بتاعتي. دي بين الصوابع اللي هي الكاليماري، التاني مانيش لاقياه. كان في صابعين، فتحت استوى صابع وبيدوب وسبت في صابع. الشوربه اهو. دي بقايا اللي منه. فتحته شوفوه داب كده مع الشوربه، ما كانش باين. قمت سايبه ده الصراحه في الكيسه بتاعته كده،
عشان يفضل سليم. تسلم ايدي بجد. بس بتعمل والله شوية شوربة عال. اتفضلوا معانا. المهم بقى ما تنسوش لايك ومتابعة واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان عايزين نفعل القناة كده يا جماعة، كده دعموني كده وشجعوني. لايك لايك لايك، حطوا اللايك على رأي يا عمرو، حطوا اللايك. ايه رأيكم بقى؟ معانا. شغل مطاعم عالي، شغل شيفات يا جماعه، شغل شيفات. خلي بالكم رز وليمون وحاجات كده. بتاعه كده. الاضاءه بس مش حلوه عشان التليفون هيفصل حطيت شحن. معاهم شوية بصل برضو، خلوا الليمون. ايه رأيكم؟ والله الواحد هيفتح مطعم يا جماعة. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعنا ما تنسوش لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تاني بفكركم عشان انتوا ناسين، ومشاركة للقناة كده يا جماعة عشان تشير. وسلام.